بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، انا جاي لكم في حته نصبايه كان هيتنصب عليا في 25000 جنيه. الانجليز مستنيين الشيكو ينصب عليه في 25000 جنيه. بص يا سيدي، انا عامل الفيديو ده بس عشان للتوعيه، بس عشان في ناس ممكن تدفع يعني مبلغ زي ده لجهه غير موثوقه. انا من فتره كده تواصلت مع شركه هوم كير في انجلترا، كان اسمها كيريو كي. على فكره بالمناسبه يعني ان الشركه دي موجوده، يعني هي موجوده حقيقيه. انا بطريقه ما سجلت على الابلكيشن بتاعهم، بعدها بيومين جالي رد من ايميل ان احنا هنعرض عليك وظيفه وهنحضرك يعني الانترفيو. هبقى اوريكم طبعا كل الايميلات يعني اللي جايه لي دلوقتي. خلينا نوريكم الايميلات كلها بالترتيب يعني. قلت لهم تمام، بس بعت لنا ورق شهاده التخرج، شهاده الامتياز، الرخصه لو معاك رخصه، وصوره الباسبور. بعت لهم الحاجات دي وانا معايا ورقي كله جاهز ومترجم. بعديها بيومين ردوا عليا، احنا قبلناك، وبعتوا لي عقد عمل. لقيت اسمي محطوط على عقد عمل في انجلترا، فطبعا ما كنتش مصدق نفسي. بس انا كنت يعني مستغرب الحوار، هل الحوار بالسهوله دي؟ فبعد كده بعتوا لي عقد العمل، قالوا لي امضي ده وبعته لنا. مضيته، بعته على الميل عن طريق الPDF وكده. بعد كده بعدها بيومين قالوا لي احنا هنحولك، بعتوا لي ميل يعني اللي انت افضل مرشح عندنا. فبيني وبينك هنا بدات اشك، يعني انا مش الشيكو اللي هيبقى افضل مرشح في انجلترا من غير ما يعملوا لي انترفيو، من غير ما يشوفوني. يعني هم شافوا ورقتين فقال لك انت افضل مرشح عندنا. فدي كانت اول تكه معايا ليهم. المهم حولوني لواحده اسمها ايزابيلا، قالت لي انا مديره الشؤون والهجره وبتاع، وانا المسؤول عن ملفك وما تقلقش والدنيا تمام. قلت الدنيا زي الفل، خلاص الشيكو هيركب طياره انجلترا بكره ان شاء الله يوم السبت بعد صلاه الجمعه. المهم فبعت لها الورق بتاعي، بعتت لي يعني ورقتين جامدين جدا، يعني جامدين جدا والله. انا هوريكم الورق اهو، تمام. المهم بس هوريكم الورق كله مره واحده. فبعتت لي ورقتين، ورقه من مديره العماله هناك، او وزاره بتاعت وزيره العمال، يعني اللي احنا موافقين اللي احنا نستخدمه ده، وحاطين صورتي والفايل نمبر يعني شغل عالي، يعني شغل عالي قوي يعني. وحاجه ابروفال ليتر واوثرايزد دبلوماتيك ابروفال ليتر وتمام. انا قلت خلاص بقى الدنيا كلها تمام. فقالت لي خلاص احنا هنبدا في اجراءات الفيزا. قلت لهم جميل. فجيت بعتت لي الPDF بتاع اللي هو التاير 2 فيزا ده، اللي اي حد بيسافر عليه، خاصه لما بيكون مسافر يشتغل يعني في انجلترا وكده. فمليت الابلكيشن، بعته لها PDF، قالت لي بس 10 ايام بالظبط وان شاء الله باذن الله تروح تبصم يعني في السفاره يعني، او المكتب اللي تابع ليك TLS VFS والحاجات دي. قلت بس الشيكو سافر وهيحضر الشنطه. انا قلت بقى هكتشف الحوار ده هل هو فيك ولا مش فيك من حاجه واحده، من وسيله الدفع. فلقيتهم بعتلي بعدها هم صيع قوي، يعني اللي هو احنا اجازه سبت وحد، ويبعتوا لي الميل يوم الاثنين يعني هم ظابطين دنيتهم قوي يعني. فخليني بس ارجع كده سنه عشان ابقى. المهم جيت بقى من كام يوم كده بعتوا لي ميل، قالوا لي احنا ان شاء الله دي الرسوم بتاعت الفيزا، حولها لنا فودافون كاش. انجلترا مستنيه الشيكو يحول لها 25000 جنيه فودافون كاش عشان يسافر هناك. يعني فودافون كاش ورقم مصري يا ولاد رقم مصري يا ولاد الهبله. فطبعا اكتشفت ان الحوار يعني خلاص، انا كنت قاطع اصلا عليه من الاول، بس قلت اتاكد يمكن يلا يخرب بيتك كنت هتموت، يمكن يلا حظك يا شيكو حلو. صبرت ونقولت يلا وبتاع وكده، بس قلت لا اكيد مش هتمشي معايا بالسهوله دي كده. يا عم. فملخص الفيديو ده يا جماعه، خلي بالكم محدش يبعت فلوس لحد. مفيش حاجه اسمها فودافون كاش في فيزا، مفيش حاجه اسمها انا اصفرك، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. انت لو تتعامل عن طريق لينكات دفع رسميه. يعني هم لو كان بعتوا لي لينك دفع مثلا من UKVI اللي هو او UK.gov.com اللي هو بتاع الفيزا اصلا، كنت هدفع، ما عنديش مشكله خالص. بس مفيش حاجه اسمها ان انت تحول 25000 جنيه ولا حتى 1000 جنيه لرقم على فودافون كاش. انت كده بتتعرض يعني للنصب الباحت يعني. تعالى بس اوريكم بقى الايميلات. لا يعني العيال يد ظابطين الورق ظابطه يعني تقريبا. بص دي حاجه اسمها اوثرايزد، مش عارف هتبقى باينه ولا لا، استنى. ده الابروفال ليتر اهو،
ومكتوب فيه اسمي، صورتي اهي يا جدعان، شايفين صورتي اهي، صورتي اهي. ده الابروفال ليتر، وحاجه اسمها اوثوراي بروفيس يو كي دبلوماتيك اوثورايزد ابروفال ليتر اهو، اهو يا سيدي. وايه ورق محترم وممضي وبتاع والدنيا وكله تمام. والكونتراكت تعالى شوف يد، عشت وشفت يد يا شيكو يد، اسمك مكتوب على عقد في انجلترا يلا اهو. استنى، كونتراكت اوف امبلويمنت شريف مصطفى، بص اسمي اهو، اسمي اهو. وده اللوجو بتاع الشركه. على فكره الشركه مش نصابه، بس هو في حاجه حصلت، هو تقريبا ميرورلس في حاجه حصلت، لان انا خليت حد من انجلترا يتواصل معاهم، الشركه دي موجوده، وبعت لي بقى الميل الرسمي بتاعهم. فكلمتهم قلت لهم يا جماعه دلوقتي، رحت انا اعمل ايه حركه ساعه شويه، فقلت لهم يا جماعه دلوقتي انا اتعرض عليا 1 2 3، انتوا عارضين عليا وظيفه وده الورق بتاعكم، مستني لينك الدفع. فقالوا لي استنى بس حضرتك، احنا ما قدمنالكش حاجه اصلا، والورق ده مش تبعنا وجادي، مين اللي بعت لك الورق ده؟ قلت لهم يا جماعه والله انا متواصل مع الايميلات دي. رحت بعت لهم بقى الايميلات وبي دي اف وسكرين شوت بكل المحادثات. المشكله بقى اللي انا لما حطيت الفودافون كاش ده على اللي هو الرقم بتاع فودافون كاش على اللي هو ترو كولر، طلع لي اسمه حبيب. فالحبيب ده هي ايزابيلا، ايزابيلا دي اللي هي بتاعت اهو. استنى عايز اوريكم الرقم. ايزابيلا هم حاطين صوره الوليه العريانه دي تمام، وده الرقم بتاعها. رقم برضو عشان تبقوا عارفين، اللي هو بلس 44 7548 298920. المهم بس يعني انا عامل الفيديو ده يا جماعه عشان تخلي بالكم، محدش اوعى حد يحول فلوس خاصه لحد. مفيش حاجه اسمها سفر على فودافون كاش، مفيش حاجه اسمها كده. لازم تتعامل عن طريق لينكات رسميه وعن طريق جهات رسميه، ولازم تتاكد قبل اي حاجه. بس ويعني انجلترا واقفه على 25,000 من الشيكو. جه على الشيكو، جه على ارمط، يعني سبت خلاص الدنيا، جه على ارمط. شكرا.